في الحلقة القادمة تتسارع الأحداث بشكل كبير بعد أن تتجمع أدلة قوية تدين الشيخ رشاش، ويأتي على رأسها ما تكشفه الدكتورة حنان عندما تصل إلى منزله ومعها الصندوق الذي يحمل أسراراً خطيرة. هذا الصندوق يشكل نقطة تحول مفصلية، خصوصاً بعد أن يقوم مهاوش بفضح الحقيقة أمام الجميع، لتبدأ الشكوك تتحول إلى يقين. ومع صدور أمر التفتيش تداهم الجهات المختصة منزل الشيخ رشاش، لتكون المفاجأة الكبرى بالعثور على القلادة التي كانت بحوزة قمر قبل اختفائها، وهي الدليل الذي يربط كل الخيوط ببعضها. عند هذه اللحظة يفقد الشيخ رشاش القدرة على الإنكار أو المراوغة، ليتم تقييده فوراً وسط صدمة الحاضرين، ثم ينقل إلى السجن في مشهد ينهي نفوذه وهيبته. في المقابل يكون فزاع قد سبق الجميع بخطوة، حيث يهرب ومعه الرهائن جراح، قمر وشاهين، متجها بهم نحو الساحل في محاولة أخيرة للنجاة. هناك تبدأ مواجهة حاسمة، حيث تتدخل رشة بشجاعة غير متوقعة، مستعينة بالمسدس الذي أعطاها شاهين في الحلقات السابقة. وفي لحظة حاسمة تقرر رشة وضع حد لفزاع، مطلقة النار عليه لإنقاذ شاهين وبقية الرهائن، لتكون هذه المواجهة نهاية واحدة من أخطر الشخصيات في الأحداث، وبداية مرحلة جديدة مليئة بالتغيرات. في نهاية الحلقة ستكون نهاية فزاع على يد رشة، حيث أن شاهين أعطاه مسدس في الحلقات الماضية وستستخدمه في نهاية هذه الحلقة، أو ستكون نهايته على يد سدرة، حيث أنه قتل زوجها فهد وهي ستثار منه.